من قلب اجتماع ايفاب وبدعم مباشر من فيفا. الرسالة كانت صادمة وواضحة: انتهى زمن الاحتجاجات وانتهى اللعب على الأعصاب. الصورة كتجسد لحظة تاريخية، لقطة انسحاب منتخب السنغال بأمر مدربهم، قاعة مليئة بصناع القرار، شاشات كتعرض لقطات مثيرة للجدل ونقاشات حاسمة على مستقبل اللعبة. القرارات اللي هزات عالم الكرة: أي لاعب كيغطي فمو أثناء الاحتجاج معرض للطرد، أي لاعب كيغادر الملعب احتجاجا بطاقة حمراء مباشرة، أي مدرب أو مسؤول كيحرض على الانسحاب عقوبات قاسية. القانون الجديد واضح: إما تحترم اللعبة أو تخرج منها. ولكن علاش دابا بالضبط؟ الجواب كيرجع لأحداث خلات العالم كامل يتساءل: فين غادية كرة القدم؟ في نهائي كأس إفريقيا 2025 التوتر وصل لدرجة خطيرة، احتجاجات، ضغط، ولحظات كانت قريبة تخرج المباراة عن السيطرة، خصوصا في المواجهة أمام المنتخب المغربي. وحتى إلا التفاصيل الكاملة بقات محل نقاش، فاللي واضح هو أن الفيفا ما بقاتش مستعدة تشوف هذه المشاهد تتكرر. قراءة تحليلية قوية: هذه القوانين ماشي غير عقوبات، هذه القوانين هي خط أحمر جديد: حماية الحكام، الحفاظ على صورة اللعبة، قطع الطريق على أي منتخب يفكر يستعمل الانسحاب كورقة ضغط. اليوم الفيفا كتقولها بصراحة: اللعب غادي يكون داخل الملعب فقط، وأي محاولة للخروج عن الروح الرياضية ثمنها غادي يكون غالي بزاف. كرة القدم دخلت مرحلة جديدة، مرحلة ما فيهاش